إلى تفاصيل النشرة. أوضح التعليق الأسبوعي بأن سياسة التعليم الإريترية تهدف إلى تأمين كامل لمستقبل الطلاب. وأوضح التعليق الصادر بعنوان السياسة التعليمية التي فتحت الفرص الواسعة إن الحكومة الإريترية أتاحت فرص التعليم لجميع المواطنين لينموا ويصقلوا قدراتهم والاستفادة المتساوية من الموارد والدفع بتنمية وتطور البلاد، إيمانا منها بأن فرص التعليم تقف مع الحقوق الإنسانية الأساسية، لذلك تقوم باستثمار كبير لإيصال التعليم لجميع المواطنين. وأشار التعليق إلى أنه بموجب تقرير وزارة التعليم بأن المدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية كانت قضاة الاستقلال 393 مدرسة في عموم البلاد، وقد زادت في سنوات الاستقلال بنسبة أكثر من 40% لتصل إلى حوالي 1600 مدرسة، وارتفاع المدارس الفنية من 2 إلى 11، وتواصل الجهود لتوسيع الكليات لتخريج المواطن المتسلح بالعلم والمعرفة. وذكر التعليق بأن الطلاب الذين لا يتمكنون من تحقيق النقاط المؤهلة لدخول الجامعات يتم نسيانهم في كثير من دول العالم، غير أنهم في إريتريا يمنحون فرص التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني لضمان مستقبلهم وتوظيفهم في مختلف المؤسسات. هذا وحث التعليق الشباب للاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة وبذل الجهد لتطوير القدرات وقيام الآباء بمتطلبات أبنائهم التعليمية. احتفل مصنع أذل للأدوية يوم 2 بفندق أسمر بلس بالذكرى العاشرة لتأسيسه. وقالت وزير الصحة السيدة آمنة نور حسين في الكلمة التي ألقتها في المناسبة إن مصنع أذل أصبح المصدر الأساسي للدواء في البلاد، مشيرة إلى أن العمل الناجح للمصنع يعكس الجهود الحكومية الفاعلة لتوفير الدواء. وأشارت إلى أن الدواء هدف المصنع توفير الدواء في البلاد والتصدير إلى الخارج، حيث يجرى العمل في تنمية القدرات البشرية وإدخال المعدات الحديثة لتحقيق ذلك بالتعاون مع الشركاء. وقدم المدير العام للمصنع السيد مسجنة تخلآب تقريرا عن الأنشطة العامة للمصنع، موضحا أهمية توفير الدواء محليا بعد أن كانت تجلب من الخارج بالعملة الصعبة، ورفع الإنتاجية وفتح فرص العمل وتنمية القدرات البشرية. وقدم الخبراء في المناسبة شرحا عن استهلاك الدواء والمنصرفات التي تتطلبها وأهمية الاعتماد على الذات في الدواء وتوفير متطلبات البلاد من الدواء. تجدر الإشارة إلى أن مصنع أذل للأدوية أقيم في مدينة كرن في شهر يونيو عام 2003 بالتعاون بين الحكومة الإريترية ومؤسسة أردنية لصناعة الدواء. توجه في 30 من يونيو 972 من سكان الإقليم الأوسط الذين قرروا التنمية الزراعية في سدي بادميت وقرست بإقليم القاشبركة. وشكر السيد عرفة عمراي من حي قزباندا والسيدة سارة فساتين من حي قجرت اللذين قررا الذهاب إلى سد بادميت عن الفرصة الزراعية التي مهدتها الحكومة، مؤكدين على استعدادهما للتنمية الزراعية. وأشارت السيدة صالحة محمد علي من سكان حي قجرت أنهم يذهبون بعد القيام بالاستعدادات اللازمة للزراعة. وقال مساعد مدير ضاحية بريخ السيد تولدي أين ألم إن تاريخنا يثبت بأن العمل أساس النجاح، متمنيا للمواطنين بزراعة ناجحة. دعا مكتب وزارة التعليم في إقليم القاشبركة في الاجتماع التقييمي الذي عقده لتضافر جهود المؤسسات الحكومية والشعبية لتحقيق الجهود الحكومية لنشر المؤسسات التعليمية وتوسيع المشاركة في التعليم للوصول للغاية المنشودة. وقال مسؤول البحوث والتخطيط في مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأستاذ
حيل آب هبتاي في التقرير الذي قدمه إن المدارس الموجودة في إقليم القاش بركة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية والبالغ عددها 382 مدرسة تقدم منها 148 الخدمات بأدنى من قدراتها واستيعابها، مشيرا إلى وجود برنامج يستمر حتى 2017 لإصلاح ذلك. ويتوجب على إدارات الضواحي وأعيان المجتمع لبذل الجهد لرفع المشاركة. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم القاش بركة السيد عبد الله الأمين أن الوعي المتدني من الأسباب الرئيسية لقلة المشاركة في التعليم، مشيرا إلى تدني مشاركة وكفاءة الطلاب. ودعا جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع للاهتمام بهذه القضية. وأكد مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة السيد محمد علي إبراهيم على ازدهار التعليم في الإقليم وزيادة عدد الطلاب، ويتطلب بذل الجهود الحثيثة لتوازن كثرة الطلاب مع انتشار المؤسسات التعليمية. وأوضح حاكم إقليم القاش بركة السيد محمد حامد في ختام الاجتماع عن الدور الكبير للشعب لتطور المؤسسات التعليمية، داعيا المعلمين للعمل بتفان وإرسال الآباء أبنائهم لتلقي التعليم، مؤكدا بأن إدارة الإقليم تمنح الأولوية في برامجها لنمو قطاع التعليم. قال مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية أعالي القاش السيد يوهنس يماني إن المركز الصحي في بلدة توكومبيا يقوم بجهود حثيثة لدرء الأمراض الناجمة عن تلوث المياه والبيئة على المجتمع عامة والأطفال دون سن الخامسة بصورة خاصة، إلى جانب الخدمات الصحية التي يقدمها. وأفاد مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بإقليم القاش بركة السيد عبد يعقوب أن ضمان نظافة المياه والبيئة يحد من الأمراض، مشددا على وجوب إصحاح البيئة والقيام بالأنشطة المرتبطة بها. وأشارت السيدة الجوسوني والسيدة جنت سمعون والسيدة نورة سليمان أن التلوث البيئي كان يؤثر على صحة السكان، معربات عن ثقتهن لضمان صحة المجتمع بعد إدخال إصحاح البيئة المجتمعي. وأوضح السيد كشا توتاي والسيد محمد علي آدم من سكان ضاحية تيبيرو أن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لضمان صحتهم تحقق نتائج جيدة، وسيعملون لإنجاح البرنامج. قام سكان ضاحيتي أبشاول وأربعة أسمرة في الإقليم الأوسط بقرص 1000 من شتول الأشجار في بيت كرقيش بالتعاون مع أعضاء الجيش الشعبي. وأوضح مدير ضاحية أربعة أسمرة السيد أبراهام تخلي مريم عن نمو أكثر من 38 شتلة قرصت العام الماضي في المنطقة، مشيرا إلى أن أنشطة النفير الجارية بمشاركة المواطنين والجيش الشعبي لمكافحة انجراف التربة تدعم ثقافة العمل وتعمل على تجميل المنطقة. وقال السيد سامسون قبر مريم عضو الجيش الشعبي إن هدف المواطنين والجيش الشعبي من برنامج التشجير هو تنمية البلاد بحملة جماعية. وعلى الصعيد العالمي قادرت اليوم الأربعاء طائرة الرئيس البولوفي إيفو موراليس مطار العاصمة النمساوية فيينا متجهة إلى بوليفيا بعد توقف دام لعدة ساعات أثارت جدلا كبيرا حول سلامة الرئيس موراليس من قبل سلطات بلاده. وأعلن الرئيس النمساوي هينز فيشر عن لقائه بالرئيس موراليس ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، ووصف موراليس بالصديق، فيما صرح الرئيس البولوفي موراليس عدم معرفة سبب منع السلطات الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية لعبور طائرته عبر أجوائها أثناء عودته من روسيا بعد اجتماع للطاقة هناك، مشيرا إلى زيارة السفير الإسباني في النمسا له وتفقد الطائرة عن أي أثر للجاسوس الأمريكي إدوارد سنودين في المطار من قبل السلطات الأمريكية المتواجدة في مطار مدينة موسكو الروسية بحثا عن دولة تأويه. هذا وأفادت وزارة الخارجية البوليفية بأن الطائرة الرئاسية واصلت مسيرتها نحو البلاد بعد سماح السلطات الإسبانية بعبور أجوائها الجوية.
قتل 5 رجال شرطة هنود يوم أمس الثلاثاء في شرق البلاد جراء هجوم مسلح عنيف هناك. وقال قائد رفيع في الشرطة عن مقتل 5 رجال شرطة في منطقة دوموكا بولاية جهارخان في شرق البلاد إثر هجوم عنيف لمسلحي جماعة الماوين بالمنطقة، مشيرا إلى الهجوم استهدف موكبا للشرطة بعد انتهاء اجتماع أمني بالولاية. يذكر بتصاعد هجمات جماعة الماوين الساعين لدعم الفقراء في الهند خلال الأشهر القليلة الماضية على نحو كبير، حيث أدى هجوم على قطار ركاب الشهر المنصرم عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، كما أسفر هجوم آخر في شهر مايو الماضي عن مقتل 27 شخصا على الأقل. هذا ويصف رئيس الوزراء الهندي مانوهام سينغ جماعة الماوين بأنها أكبر تحد أمني للحكومة داخل البلاد. اشترطت كوريا الشمالية يوم أمس الثلاثاء لوقف أنشطتها النووية مقابل إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية لعدائياتها ضدها. وصرح وزير الخارجية الشمالي شوي مانغ للصحفيين في بروناي على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركائهم بمواصلة بلاده لبرنامجها النووي حتى رفع الولايات المتحدة الأمريكية جميع العدائيات السياسية والعقوبات الاقتصادية ضدها، موضحا بأن التهديد النووي الأمريكي تجاه بلاده يصاعد التوتر الأمني في شبه الجزيرة الكورية ويعيد المفاوضات السداسية إلى نقطة البداية، مشيرا إلى أن حل الأزمة يكمن في ضرورة إبرام معاهدة سلام بين الجانبين مبنية على احترام السيادة الكورية الشمالية. وفي المقابل دعا وزير خارجية كوريا الجنوبي يونغ بيونغ الوزراء المجتمعين في بروناي لإرسال رسالة قوية إلى كوريا الشمالية لوقف أنشطتها النووية والالتزام بالقوانين الدولية. اجتمع وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين لمناقشة أوضاع بطالة الشباب بالاتحاد. ويأتي الاجتماع قبل انعقاد قمة أوروبية مصغرة في ألمانيا حول أزمة بطالة الشباب بناء على دعوة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وتداعيات الأزمة السياسية في البرتغال مؤخرا مما بات يهدد مسيرة انتعاش المنطقة المرهقة بالديون السيادية منذ 6 سنوات. يذكر بارتفاع نسبة بطالة الشباب في العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى معدلات قياسية تقارب على النصف، خاصة في إسبانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال. هذا وتسعى المستشارة الألمانية من خلال الدعوة لقمة بطالة الشباب للتظاهر بحل أزمة العمل في أوروبا، على الرغم من إصرار حكومتها الشديد على ضرورة إعادة هيكلة أسواق العمل في دول المنطقة المستدينة من الاتحاد لحل مشاكلها المالية، مما ضاعف نسبة البطالة في أوساط السكان إلى معدلات قياسية خلال السنتين الماضيتين هناك. نزح الآلاف في مدينة باسو دي لابتيريا الأرجنتينية يوم أمس عن ديارهم بسبب فيضانات واسعة اجتاحت مناطق كبيرة من البلاد. وقالت السلطات بنزوح 2000 شخص عن ديارهم في منطقة إثر فيضان نهر بارانا مع بداية موسم هطول الأمطار في المنطقة، وسط توقعات بنزوح المزيد من السكان خلال الأيام المقبلة مع تواصل هطول الأمطار هناك. أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى ارتفاع منسوب مياه نهر بارانا إلى نحو 8 أمتار، مما بات يهدد حياة السكان على نحو كبير. هذا ويعتبر الفيضان الحالي الأسوأ في المنطقة منذ عدة عقود.